انا بتاع 30 ثانيه كفايه، حرام، محدش طايقك. وانت اقسمت، وانت اصلا كذاب، انت اقسمت انه ولا دقيقه ضد اراده الشعب المصري. امال احنا مين؟ الناس اللي بتصرخ على السوشيال ميديا مين؟ صورتك اللي بتطلع بتحرق دم الناس دول مين؟ احنا الشعب المصري بنقول لك كفايه، وانا واحد من بتوع 30/6 بقول لك ارحم، بقول لك تفويضك اسحبناه خلاص، غور في داهيه تختك، ما عدناش قادرين نستحمل منظرك. بص خلينا صراحه مع بعض فشخ، مشاكرين جدا على انجازات دي طيب خلاص ارحل، كفايه كفايه. انا ما شفتش حد غلس وتبت وبارد بالدرجه دي. الشعب المصري مش عايزك ولا عايز الزباله اللي بيحكموا معاك، مش عايزكم كلكم، الشله كلها غرف 60 داهيه. كان يوم اسود يوم ما جبناكم. هل في آلية نقدر نغير بيها رئيس الجمهورية ولا لازم تمشي برصاصة؟ انت صعبان عليك قصر العاصمة الإدارية ما دخلتوش لسه، فانت عايز تعيش فيه كام سنة الأول، وراسم طبعا لوحة بالإشاني على حافر صورتك جوه الأرض. فطبعا يعني عايز أقول لك دي شاهدة على عصر خرا، 10 سنين خرا عشناهم في عهدك. الترعه بنت الوسخه اللي كنا فاكرينها قناه بجد طلعت ترعه، وكل شويه مراكب تغرق فيها وتقف بالعرض وتتنيل على عينها، عشان كان المفروض يتعمل في 3 سنين يتعمل في سنه. الناس قاعده في مصر عشان مش عارفين يسافروا، يا اما خايفين من ركوب البحر في هجره غير شرعيه ويموتوا، نفسهم صعبان عليهم. انا عارف ان انت جيت عاقبتنا على 2011، شكرا كفايه. ده حتى المصريين اللي بره بطلوا يبعتوا مصر، بطلوا يبعتوا لاهاليهم يا بني ادم. ويوم ما تمشي الخير هيزيد، يعني احنا هنبدا ندعم بلدنا تاني لما انت تغور في داهيه. لم بقى حراميه بتوعك بقى، مدبولي والحراميه دول، واخد بالك، وغوروا في 60 داهيه كلكم. خد على مينك بالله عليك كمان، خرا بقى احمد موسى وخرا عبد القديم، خدهم اهربوا، روحوا لندن، خدهم واهربوا يا جماعه. خدوا طياره كبيره بتاعت ملكه الخرا السماء دي وروحوا اشتروا جزيره عيشوا فيها يا جماعه، محدش يقدر يوصل لكم، وارحمونا، سيبوا لنا بلدنا بقى. حرام عليك، بقى لنا 10 سنين عايزين نرجع بلدنا. احنا يا سيدي ما نستاهلش الخير اللي انت عملته لنا، واحنا ناس شعب ناكر للجميل، غور في داهيه مش عايزينك. احرمنا من طلعت دين امك البهائيه. كفايه روح. ليه مصمم تمشي برصاصه؟ ليه مصمم تمشي برصاصه في الدماغ؟ الناس كرهتك يا سيسي، لاننا يا اما اتسجننا، يا اما اتفجرنا، يا اما جوعنا، يا اما الناس ماتت في مصر. اقل من نص في المية منتفع، نص في المية من ال100 مليون. العاصمة الإدارية اللي أنت صرفت عليها دي 60 مليار، دي كلها يوم ما تبقى فول بورد، فول تانك، فول فاكين بيبول، يعني هتبقى 7 مليون. يعني أنت كلت ديون البلد عشان 5 مليون واحد ولا 7 مليون واحد. بقيت بقى ال100 مليون يسددوا ديون هم وأولادهم وأحفادهم. ده في منطق مين؟ يعني أنت خدت فلوس التعليم والصحة واستلفت عليهم ورحت حاططهم عشان 5 مليون مواطن، وبقيه ال 105 مليون بقى نعمل فيهم ايه؟ لا عندهم جامعات عدله ولا مدارس عدله ولا مستشفيات عدله ولا تعليم عدل ولا صحه ولا مثلا اعانه بطاله ولا شؤون اجتماعيه. مش هقول لك بقى ايه قرايبك واصحابك واولادك اللي الطيارات اللي طالعه مليانه مترسه ذهب ودولارات بالملايين. لا مش كده. انت مش عارف تدير. انت جبت مصر بلد كبيره جدا وغنيه جدا، جبتها على ركابها